بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا هونداي ماتريكس. بسم الله ما شاء الله. دي لافيتا بتكون كراسي ايرباج، وكمان في مخدع في الكرسي الخلفي. العربيه دايره قدام حضرتك، مفيش لمبه ايرباج ولا لمبه اعطال ولا اي حاجه خالص. الفرش مجهز للايرباج عشان لا قدر الله لو حصل حاجه الفرش ما يعملش اعاقه. طبعا الكراسي الماتريكس بتحتاج تاسيس الاول. تاسيس يعني ايه؟ يعني هتلاقي جنب متاكل، الحديد طالع من الظهر. بنعمل كل ده، بنفك الكرسي على الحديد. طبعا ده مش ظاهر لك دلوقتي، بس اللي ظاهر لك ان الكرسي متجسم مظبوط، فعشان يظهر بالنتيجه دي لازم اسسه واعمله مظبوط عشان اظهر لك شغل يوديك شده محترمه ما شاء الله. والفرش الاصلي لو سليم بحافظ لك عليه وبجسم لك بدون ما اخرم ولا اقطع فيه، اديك شده محترمه غرزه مسطره. انت بتختار كل حاجه، لون الجلد، لون الخيط، التصميم او الديزاين. هنا صاحب السياره اختار فرش بالرسم الكمبيوتر مع جلد فليه اللي هو شكل المخرم مع خيط اسود، والرسمه الخيط الاحمر بره بس ما شاء الله. عملنا كراسي وغيرنا قماش الابواب، ما عملناش حاجه تانية ولا ارضيه ولا طاره ولا اي حاجه خالص. هفتح لك جنب باب كانك قدام العربيه عشان لو لقيت اي ملحوظه قول على طول. مفيش حاجه معبيها هواء قدامك، كل حاجه قدامك ما شاء الله. كنا بنصور الاول قبل وبعد، بس خلاص انتوا حفظتوا شغلنا فعارفين احنا بنتكلم على ايه. وحوار التاسيس ده انتوا شفتوه في كذا مره. ادي الغرزه المسطره، ادي كل حاجه نفس الكلام. التجسيم هنا اهو، هنا اهو. خلينا افتح لك الفلاش اهو اهو، والف برضه واوريك كل حاجه. التجسيم، فتحات الحزمه، المخدع اللي قلت لحضرتك عليه ده بيبقى موجود في اللافيتا. في منها بينزل فتحه سقف وفي من غير فتحه سقف. ودي بالجيوب، كل حاجه على وضعها قدام حضرتك. بالمناسبه العربيه دي من بره المنصوره. يا رب دايما عند حسن ظن الناس كلها، سواء اللي بيجي من المنصوره او من اي محافظه ثانيه، اللهم امين. زي ما قلنا غيرنا قماش الابواب، ادي الغرزه اللي في الدوران، مفيش خيط معوج، مفيش كشكشه في الجلد بفضل الله. بقرب لك وبوريك وبفهمك. وادي التجسيم ومفيش حاجه معبيه هوا. الحزمه مكانها نفس الكلام. بص نفس الكلام، غرزه المخدع. خليني افتح لك الباب الرابع والاخير. بسم الله. ادي نفس الكلام. هونداي ماتريكس، فرش اسود خيط احمر، تصميم 3 دي بالمكنه الكمبيوتر، جلد اسود ساده مع فليه شكل المخرم، كراسي وقماش الابواب اتغير. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.